كان يا مكان في قديم الزمان كان هناك سلحفة وأرنب، ولكن قصتنا لهذا اليوم ليست عنهما. قصتنا لهذا اليوم يرويها لنا قط جميل اسمه زروق، وتسميته هذه أتت من لون عينيه. يروي زروق أنه وبينما كان ذات يوم في معمل الحاسوب، دخل جزار راكضا إلى معمل الحاسوب. دخل وبدأ بفتح أحد الأجهزة، وبدأ باستخدامها، ومن ثم بدأ بفتح الأغاني بصوت عالي وإزعاج الآخرين جميعا. يقول القط زروق: لقد استغربت لماذا الجميع صامت، ولا أحدا يتساءل لماذا هذا الجزار هنا. بدأت بمهاجمته لإخراجه من هذا المكان، فبدأ الجميع بالتصفيق لي، ومن ثم عندما بدأ ذلك الجزار بضربي بدأ الجميع يقولون إنه غبي، لقد تسبب بضرب نفسه، لقد استحق ذلك. يقول القط زروق: لقد خرجت لبضع دقائق، وعندما عدت وجدت أن ذلك الجزار قد بدأ بمهاجمة الجميع وبدأ بضربهم جميعا، فيلتفتون إلي ويقولون لي: أنت السبب، أنت من تسبب لنا بذلك. في حقيقة الأمر هذه قصة اعتباطية أريد أن أوصلكم بها إلى مكان آخر. فالغفلة التي وقع بها العرب، وهم الجميع هنا في هذه القصة، والجزار إنما هو إسرائيل، وذلك القط إنما هي المقاومة الفلسطينية. فالغفلة التي وقع بها العرب في هذا العصر قد وقع بها سابقا. فبينما كانت ابنته لاكو في شوارع بغداد تتجول، رأت عالما جليل يتجمع من حوله الناس، فاستدعته إلى حضرتها وبدأت بسؤاله بضع الأسئلة. فقالت له من ضمن الأسئلة التي سألته بها: هل الله ينصر من يحبه؟ فأجابها ذلك العالم الجليل وقال لها: نعم. فقالت: إذن الله يحبنا ولذلك نصرنا. فرد عليها العالم الجليل وقال لها: لو كان هناك راعيا لديه أغنام ولديه كلب، ما الذي سيفعله إذا شردت الأغنام وتاهت؟ سيرسل عليها الكلب كي يردها إلى أماكنها. فالله سبحانه وتعالى أرسلكم علينا أنتم ككلاب لتردونا من الغفلة ومن التيه الذي وقعنا فيه. وما يحصل في العصر الحالي، إسرائيل إنما هي كلب من كلاب الله أرسلها الله علينا كي نرجع جميعا وكي نتحد. فإذا اتحدنا وعدنا وتركنا تفرقنا وتشرذمنا، الله سبحانه وتعالى سيرفع عنا كلابه.